السلام عليكم. من المهارات المهمة جدا اللي انا اتعلمتها في بداية 24 هي التخطيط. التخطيط فادني جدا ان انا انظم حياتي ووقتي. فكل شخص عاوز ينظم حياته ووقته لازم يتفرج على الفيديو ده ولازم يعرف ازاي يخطط. فمن اهم البودكاست اللي انا سمعتها وفادتني جدا في ان انا اتعلم ازاي ان انا اخطط صح وايه هي الاولويات اللي انا عاوز اعملها هو بودكاست 8 مربع اللي هو كيف تكسب مهارات حياتية. البودكاست ده بيتكلم عن نقط مهمة جدا لازم تسمعوها. ومن اهم النقط اللي هو ان وانت بتخطط لازم تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف اللي عندك. نقاط القوة اللي هو انت عندك شغف فيها حاجة انك بتحب تعملها فلازم تنمي فيها نفسك، ونقاط الضعف بتبعدك عن اهدافك فلازم تعرف ايه هي نقاط القوة وايه هي نقاط الضعف. فازاي نخطط؟ ازاي نخطط؟ من اهم النقط اللي احنا عاوزين نعرفها اول حاجة نجيب ورقة وقلم فاضية ونكتب فيها الهدف الكبير اللي احنا عاوزين نحققه. ولازم الهدف الكبير ده لازم نقسمه لاهداف هنا صغيرة عشان نعرف نحققها على مدار الاشهر. مثلا ما ينفعش نقول ان احنا مثلا في اخر سنة 24 نكون حفظنا القرآن الكريم، يعني مش كله بس نكون حفظنا معظمه. ده غلط، ده هدف عام فانت مش محدد حاجة. لكن لازم تقول مثلا كل شهر هكون حفظت جزء من القرآن الكريم. فانت بعد كل شهر لازم تشوف انت حفظت ولا لا. فده بيبقى جزء انت قدامك بعد كل شهر هو جزء واحد مش كذا اجزاء. فده اللي هو بيبقى عندك شغف انك تخلص جزء وشهر ورا شهر بيبقى حققت اجزاء كبيرة ان شاء الله. وتاني حاجة التودو ليست. التودو ليست لا غني عنها. لازم كل شخص عنده في يومه لازم يعمل تودو ليست ايه هي المهام اللي هو عنده عشان يعرف اللي هو اولويات المهام اللي عنده ويعمل تشيك على كل حاجة هو عملها. لما نيجي نعمل تودو ليست من الحاجات المهمة جدا اللي بتنظم وقتنا، بس ما ينفعش نرتبها بصورة عشوائية. يعني مثلا النهاردة عندي شغل الساعة كذا وعندي مذاكرة الساعة كذا، لازم اشوف ايه هو المهم وايه هو الغير مهم، والمهم ارتبه الاول والغير مهم ممكن ارتبه في المرتبة التانية. فيجي دور ان احنا نعمل مربع ونقسمه لاربع اجزاء. اول جزء مهم وعاجل، زي مثلا هو انت عندك امتحان بكرة فدي مذاكرة انت لازم تذاكر النهاردة، دي مهمة وعاجلة عشان امتحان بكرة. تاني جزء اللي هو تاني مربع اللي هو مهم وغير عاجل، يعني مثلا دي بقى اللي هو المربع اللي لازم نركز عليه زي علاقات او زي ادارة التخطيط. التخطيط مهم جدا انك تنظم طول حياتك. المربع التاني ده اللي هو مهم وغير عاجل ده بيفيدك جدا وبيعمل فرق في حياتك لو وصلت عليه. تالت مربع غير مهم وعاجل زي مثلا اللي هو الأنشطة أو كده، عندك مثلا نشاطات عندك مؤتمرات. رابع مربع وهو غير مهم وغير عاجل، المربع الرابع ده احنا المفروض اصلا ما نهتمش بيه، مثلا اللي هو زي مثلا اللي هو الحاجات الترفيهية او كده زي السوشيال ميديا، ده اللي بياخد الوقت اللي هو الضايع فبيضيع وقت. واخر حاجة اسعى واعمل اللي عليك، ربنا سبحانه وتعالى ما بيحطش في عقلك حاجة الا وانت قدها، فكمل واسعى واعمل اللي عليك. ولازم تعرف ان احنا مش لازم اليوم يمشي بالطريقة او بالتخطيط اللي احنا منظمينه، ممكن تبقى فيه عثرات وحاجات خارجة عن ارادتنا. فاستعن بالله وبالتوفيق في حياتكم ان شاء الله. تحصل طالب درس في كلية سنتين وبعدين حول، 3 سنوات وبعدين حول، غير مساره. ليش طيب؟ لأنه ما في تخطيط، ما في بناء أهداف، ما في ثقة، ما في معرفة لنقاط القوة. علشان تعرف تحدد ما لا يوجد مهارات ماذا